السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حبينا نعمل حاجة جديدة وتكون مناسبة لرأس السنة الجديدة، بعيد بقى عن التورتات وعن الحاجات اللي بنعملها كل سنة. كيك واخدة شكل بسيط ومناسب لرأس السنة. شايفين شكله قد إيه جميل وهش برضه، وبطريقة تعجبكم إن شاء الله. مقاديرنا بسيطة أوي، بس قبل ما نشوفها هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تكون سنة جديدة سعيدة علينا جميعا. مقاديرنا بسيطة زي ما قلنا. هيبقى معانا كوباية دقيق وعدد واحد بيضة بس. احنا متعودين نعمل تورتة لرأس السنة، بتبقى كمان واخدة تكاليف كتيرة. طب احنا طبعا كل حاجة غليت، حبينا نعمل حاجة بسيطة بشكل مناسب. مقاديرنا كوباية دقيق وبيضة، حاجة بسيطة جدا. يلا بينا نشوف من المقادير البسيطة دي هنحط عليها كام حاجة كمان موجودة في كل بيت. هنقدر نعمل ايه؟ هنجهز الفرن على درجة حرارة 180، ونجهز الكيك. بمجرد ما احنا نجهزه يكون الفرن سخن. مدة التسوية 20 دقيقة لأن كمية الكيك بسيط. والكوباية اللي احنا شايفينها دي نص مقدار كوباية الدقيق اللي معانا. كوباية الدقيق 200 ملي والكوباية دي 100 ملي. هناخد كوباية دقيق كبيرة بالشكل ده، وعليها كوباية صغيرة اللي هي نص مقدار الكوباية الكبيرة هناخدها نشا. وكمان هناخد ربع كوباية زيت يكون فاتح بالشكل ده، أي زيت ذرة فاتح، أي زيت عباد الموجود. ربع كوباية. أنا حاطة ربع كوباية لأن هحط لبن كامل الدسم. لو اللبن اللي هتحطيه منزوع الدسم أو هيكون اللي هو البلدي بس مفهوش نسبة قشطة كبيرة، تقدري تكملي نص كوباية زيت. هنحط البيضة وعليها كيس الفانيليا وننزل بكمية الزيت بتاعتنا على طول. وبعد كده هننزل بكمية السكر وكوباية اللبن. طبعا كل ده في شفشق الخلاط، أنا مش هفصل حاجة، مش هعمل بالمضرب. احنا وصفتنا النهاردة مرنة، هنسهلها على بعض على قد ما نقدر. عايزين وصفة سهلة كده تبقى خفيفة علينا، ما تبقاش متعبة معانا، ونبقى مبسوطين واحنا بنعملها. وسر الكيك بتاعنا هنحط معلقة خل كبيرة بالشكل اللي احنا شفناه ده، وعلى طول نضرب بقى الخليط كله في شفشة الخلاط بالشكل اللي احنا شفناه ده. والمقادير معانا هنشوفها، تقدروا ترجعوا لها وتشوفوا الوصفة كاملة. هننتهي من الضرب. هنحط على طول معلقة بيكنج باودر هرمية صغيرة على خليط الدقيق والنشا. طبعا هيكون منخول أكتر من مرة. وهنحط طبعا رشة الملح ما ننساهاش. وعلى طول نخلط بقى الخليط بتاعنا زي أي كيك بنعمله. ودوت قارب أنا عاملاه بالشكل ده كده علشان ناخد شكل بقى إيه، بنقرب يعني على قد ما نقدر تبقى من شجرة الكريسماس. تبقى حاجة بسيطة وسهلة مش متعبة، وتبقى مفرحة للأطفال على قد ما نقدر. هيبقى بالشكل ده. هنقفله طبعا علشان الكيك في الفرن ما ينزلش منه. هيبقى بالشكل البسيط ده وسهل. حابة انت بقى تضعفي الكمية تعملي صينية كبيرة، المقدار معاكي وضعفي زي ما انت عايزة. بقية الكمية هنحط عليها معلقتين الكاكاو الخام، وهننزل بيهم في الصينية مقاس صغير 16 بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض كده. وعلى الفرن على طول. قلنا هتاخد معانا 20 دقيقة. الشكل بسيط، هيطلع معانا بالشكل ده. عملنا الصوص شوكولاتة اقتصادي زي أي صوص اقتصادي بنعمله. وهنزين بكرات الشوكولات اللي عندنا، شوكولات شيبس. وكمان بقى هنا سر ايه، الكيك بتاعنا بتاع الكريسماس زي ما قلنا في العنوان بكيس مارشميلو. من كيس مارشميلو بسيط صغير هنقدر نزين كيك الكريسماس. أفكار بسيطة، تقدري تنوعي، تقدري تعملي بدايل. انت خدتي الفكرة وتقدري تشتغلي زي ما انت حابة. حابة تحطي ورق اليوسفي البلدي اللي موجود عندنا في البيت وفي الشتاء وفي الجو الجميل ده، نقدر نستغله ونغسله كويس جدا ونحطه بالشكل ده كده جوه الكيك نزينه. نقدر ناخد الورق بس ونثبته باللي هو الصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه الاقتصادي. حابة تحطيه كده يبقى مدي إيحاء للشجرة. حابة تحطي كريمة خضراء تلونيها باللون الأخضر وتزينيها كشجرة
وتاخدي الشكل اللي انت حباه، مفيش اي مشكلة، الفكرة معاكي تقدري تنوعي وتستغلي الافكار. المارشميلو بيبقى جاي قطع صغيرة زي كده، انا حبيت القطع الصغيرة دي لانها تبقى مناسبة معانا في الوصفة. هناخدها بسن السكينة فتحة بسيطة بالشكل ده، وهنزين بيها وتبقى شكل مناسب معانا. والألوان على فكرة التشكيلة بتاعتها ديت حلوة قوي، بتدي لون مبهج كده لرأس السنة إن شاء الله. رأس السنة الجديدة يعود علينا إن شاء الله بخير، وتبقى سنة سعيدة مفرحة. كل اللي محققش حاجة يحققها في السنة الجديدة، كل اللي نفسه في أمنية إن شاء الله تكون سعيدة عليه، وتكون سنة موفقة علينا جميعا. الألوان شكلها روعة جميل. تقدري تقصّري الورقة بتاعة اليوسفي، تقدري تسيبيها بطولها كده زي ما أنتِ حابة، تقدري تلزقي بالصوص بتاع الشوكولاتة كل ورقة لوحدها زي ما إحنا شايفين كده، ما فيش أي مشكلة، الفكرة معاكِ وتقدري تنوّعي فيها زي ما أنتِ حابة. قُلنا ممكن نعمل كمان الكريمة نلوّنها لون أخضر وندّي الشكل اللي إحنا حابينه على قطعة الكيك اللي من فوق، وبكده نبقى عملنا كيك مناسب لرأس السنة الجديدة، مبهج وشكله جميل جدًا، الأطفال هتحبه، ألوانه جميلة. تقدري كمان تزيني بالشوكليت شيبس زي ما إحنا شايفين كده، بيدّي برضه معانا شكل ومذاق كده مع التورتة، هنقول تورتة بقى مش هنقول كيك، رغم إن إحنا عاملينها بمقادير بسيطة جدًا، ما حدش يصدق إن الكيك ده معمول من عدد واحد بيضة بس، ومقادير تكاد تكون بسيطة جدًا، يعني لا تُذكر في وصفة زي دي. الوصفة بسيطة، أتمنى إن أنتم تجربوها وأتمنى إن هي تعجبكم، ونقدر ننوّع فيها زي ما اتفقنا. إحنا كده ممكن ناخد قطعة مارشميلو بسيطة، لو مش حابين نعلّقها ممكن بالشكل ده كده نلزّق في الكيك، أنا باحاول أدّيكِ كذا فكرة تقدري تنوّعي ما بينهم. وهيبقى ده الشكل النهائي للكيك بتاعنا، كيك بسيط زي ما اتفقنا، مبهجة جدًا، ألوانها مفرحة، عايزاكم إن شاء الله تجربوها، مش مكلفة، بسيطة جدًا زي ما اتفقنا. يالّا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكل اللي ما اشتركش يشترك على طول بقى، إن شاء الله وصفات جديدة دايمًا تنال إعجاب الجميع، وأتمنى إن أنتم تجربوها. يالّا بينا بقى، شُفنا شكلها قد إيه جميل، شُفنا الطريقة قد إيه سهلة، يالّا بينا بقى نشوف قد إيه بقى فعلًا تقطيعتها باين عليها إن هي الكيك بتاعها هش وطري وطعمها فعلًا روعة، هتجربوها إن شاء الله. زيّنا بالشوكولاتة الشيبس بالشكل ده، وناخد قطعة مارشميلو، هيبقى ميكس جميل جدًا، الأطفال كمان هتحبها أوي، شايفين الشوكولات فيها جميل جدًا، كمان تقدري تزوّدي صوص شوكولات كمان ليها لو أنتِ حابة. هي في حد ذاتها كده طعمها جميل وموفّرة، والآخر قطعة هتحبيها ومش هتشبعوا منها كمان، وهتبقى وصفة كمان معاكم دايمًا في أي مناسبة. شايفين بقى قد إيه شكلها جميل؟ أتمنى إن أنتم تجربوها، وعايزة بقى أشوف رأيكم في التعليقات، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. كمان إحنا هنعمل وصفات تانية بمناسبة الكريسماس، وأفكار جديدة إلى حدٍ ما تكون في متناول الجميع، وأفكار إن شاء الله لذيذة وسهلة. هاسيب لكم شوية صور منهم تبقوا تشوفوها وتقولوا لي رأيكم، واستنى منكم إن شاء الله إنكم تتابعوا القناة وتشوفوا بقية الوصفات وتعجبكم وتجربوها، وأتمنى إن الوصفة تكون عجبتكم وبرضه تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وأشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.